النهارده هنعمل مع بعض احلى طعم واحسن طريقه للتشيز كيك البارد، ومقاديره مظبوطه. هتعملوا منه كميه كبيره ومش هتحتاجوا تشتروه من بره تاني. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناه. اول حاجه انا هنا مستخدمه 250 جرام من البسكوت، اي نوع بسكوت ساده انتوا حابينه. انا مستخدمه بسكوت اول كارفينجر، الكيس 100 جرام، مستخدمه كيسين ونص. كده هنعمل البسكوت في المفرمه كويس، ونضيف عليه 70 جرام من الزبده البلدي او السمنه البلدي، بتدي طعم حلو قوي للبسكوت، بما يعادل تلت كوبايه بعد ما نسيحها. احنا عايزين البسكوت بتاعنا مندي، لما نقفل عليه بايدينا يتجمع معانا، مش عايزين السمنه اكتر عشان ما يحجرش مننا. هنجيب قوالب التشيز كيك، وممكن تستخدموا بولات حسب رغبتكم، وهنحط في كل قالب معلقتين بس من البسكوت مش اكتر، عشان ما تبقاش كميه البسكوت كتير، وهنديها خبطه خفيفه عشان تتوزع كويس. وبعدين هنجيب قالب فاضي ونبتدي نحطه فوق البسكوت ونضغط كويس عشان يبقى كله سمك واحد، وفي نفس الوقت يبقى الشكل منظم. بعد كده هنجيب ربع كوبايه من الميه، هنضيف عليهم معلقتين كبار من الجيلاتين البودر، هنقلبهم كويس لغايه لما يدوبوا معانا. كده هنجيب بوله هنضيف فيها كوبايه من الكريمه اللباني البودر، لو مش متوفره يبقى كوبايه من الكريم جانتيه. هنضيف عليهم نص كوبايه من السكر البودره، وكوبايه من اللبن المتلج، وكوبايه من الزبادي اليوناني، اضافه جديده بس بتدي طعم حلو قوي للتشيز كيك. عليهم علبه من القشطه، اي نوع تفضلوه بس ما تكونش قشطه وش اللبن، وانا هنا مستخدمه قشطه بوك. نضيف عليهم 240 جرام من الجبنه او علبه من الجبنه بالكريمه او بالقشطه بدون اي اضافات تانية، وانا هنا مستخدمه جبنه باندا، ممكن تستخدموا جبنه دومتي. هنضرب كل المكونات لمدة 5 دقايق لغاية لما القوام يتقل معانا. بعد كده هنضيف الجيلاتين بعد ما حطيناه في الميكروويف لمدة 15 ثانية، او حطيناه في حمام مائي ونصفيه عشان لو في اي تكتلات. بعد كده هنضربه ضربة خفيفة عشان يختلط بكل المكونات. بعد ما ضربنا كريمة التشيز كيك هنحطها في اكياس حلواني او اكياس تلاجة، ونفتحها من تحت ونوزعها في القوالب بكل سهولة بالشكل ده، او نحط الكريمة في القوالب بالمعلقة ونوزعها حسب رغبتكم. هنضرب القوالب ضربة خفيفة عشان الكريمة تفرد معانا ونظبطها بالمعلقة. بعد كده هنحط القوالب في التلاجة من 5 ل6 ساعات لغاية لما القوام يتماسك معانا. نطلع القوالب بتاعتنا من التلاجة بعد ما بقت متماسكة، ونبتدي نحط الحشوات حسب الرغبة. انا هنا حطيت توبنج المانجا، وبعدين حطيت توبنج كريز، وانا عملت فيديو معاكم قبل كده وهنزل لكم اللينك بتاعه. بعد كده حطينا توبنج الفراولة وهنوزعهم كويس. بعد كده هنحط معلقتين من زبدة الفستق، عليهم معلقتين من الزيت نوع جيد، ونحطهم في الميكروويف لمدة 30 ثانية، ونوزعهم في القالب بالشكل ده، ونحطه في التلاجة يتماسك معانا. وبعدين نرش الفستق على الجوانب بالشكل ده. بعد كده هنجيب معلقتين من النوتيلا، عليهم معلقتين من الزيت، ونحطهم في الميكروويف ونحطهم في القالب. اول ما يتماسكوا هنحط بديل الاوريو عليهم. زبدة اللوتس هنعملها بنفس الطريقة، واول ما تتماسك هنحطوا فيها بسكوت لوتس، وممكن تضيفوا صوص الكراميل وتعملوا حشوات كتير حسب رغبتكم. كده خلص معانا التشيز كيك، هيقعد معانا في التلاجة لمدة اسبوع. هتعملوه بطريقة مظبوطة وهتحبوا تعملوه على طول، جربوه وبالهنا والشفا.